السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد في قناه كريبتو نايت. تحديث سريع لحاله البيتكوين بعد القرار الفيدرالي. قبل القرار الفيدرالي انا اتكلمت معاكم، قلت لكم السيناريوهات اللي ممكن تحصل. قلت لكم على السيناريو 25% تخفيض مع خطاب حيادي، اللي هو ولا وحش قوي ولا كويس قوي، وبالظبط سبحان الله حصل اللي انا قلت عليه فعلا. قلت لكم هيخبط هنا. يعني هجيب لكم اللقطه برضو اللي هو في الفيديو عشان تشوفوها، عشان ما اقعدش اعيدها تاني يعني. السيناريو التاني اللي هو المتوقع ان هو يخفض بنسبة 25%. لو خفض بنسبة 25%، ده يعتمد على حسب الخطاب. يعني هو أول حاجة لما خفض بنسبة 25%، الطبيعي إن الناس كانت بتخش مثلا لونج عشان هو خفض النسبة، فصانع السوق كان بيعمل شورت اللي هو يلكود الناس، يلكود صفقات اللونج. الناس ابتدت تحفظ الموضوع ده وابتدت تخش ايه شورت هتبتدي تخش شورت، وابتدت يعني عامة تخش شورت في الفترة دي. فهو يبتدي بقى يلكود ايه الناس اللي داخلة شورت، فهيرفع شوية. فهو ممكن يعمل ايه بالظبط؟ ممكن تيجي شمعة تبدأ كده مثلا، وتروح نازلة وتقعد تطلع كده، تقعد تنزل وتطلع تنزل وتطلع 25 مثلا لحد هنا مثلا. وبعد كده ايه، وبعد كده على حسب بقى الخطاب كان عامل ازاي. لو خطاب كان نوعا ما حيادي، مش اللي هو مش سلبي يعني، وقال انه ممكن بعد كده يخفض تاني، يبقى هنطلع من هنا. لو قال لك انه هو مش هيخفض تاني والاوضاع كانت سلبيه، في الغالب هنلمس الدعم ده. وممكن معرفش، ممكن نختاركه او لا، بس يعني عامه هنخبط في الدعم ده كده كده في الغالب يعني. ان الاسعار كان متسعر عامه على 25%، ففي الحاله دي مش هتبقى ايجابيه لما هو يبقى سلبي كمان. فزي ما شفنا بالظبط ده اللي حصل. البيتكوين فعلا طلع لاكويد صفقات الشورت، وبرضه نزل تاني لاكويد صفقات اللونج طبيعي، واختبر الدعم فعلا. ان الخطاب ما كانش سلبي وما كانش ايجابي، كان في ان هو ولا وحش ولا محايد، كان في النص كده. فده بالظبط عمل نفس الحاجه، اللي هو خلى الطلعه قويه وخلى النزله قويه. ان هو مش معروف ده سلبي ولا ايجابي، بس اللي هو حاليا على المدى الطويل الخطاب ايجابي، لان هو فعلا خفض بنسبه 25%. اكيد احسن طبعا ما يكون ايه، ما يثبت الفايده. وده اللي كان متوقع، والسعر يعني السوق كان مستعر عليه. الحركه اتصححت دلوقتي. هيبدا ايه، هيبدا في الصعود بتاعه يعني ان شاء الله. ايه اللي هيحصل؟ بيتكوين هيطلع من هنا، هيختبر دي، وفي الغالب ممكن يرتد منها ارتداد بسيط عادي يعني. لو ارتد منها بس في الغالب هيطلع تاني يكسرها تمام. هيختبر المقاومة دي وهيكسرها إن شاء الله ويثبت فوقيها، وهنكمل في الصعود بتاعنا. فيعني الاتجاه لسه على نفس الخطة، يعني اتجاه الصعد بتاعنا في المنطقة دي لحد ما اختبر ايه الدعم الأسبوعي. ساعتها هنشوف الحالة بتاعتها برضو زي ما بنقول في فيديوهات تانية. نرجع شوف الفيديو اللي فات وهتفهم وجهة نظري. ولو بصينا برضو على الإثيريوم هنلاقيه عامل نفس الحاجة برضو. قلت لكم ايه، على حسب الخطاب. الإثيريوم لو الخطاب كان إيجابي هيعمل ايه، هينزل شويه وهيرجع تاني، هينزل من الحته دي يعني، هينزل الاحمر وهيطلع تاني. لكن هو عشان خطاب برضو البيتكوين نزل، فهو نزل معاه. قلت لكم لو نزل هيختبر ايه الدعم ده. فيعني الاثيريوم برضو ماشي على نفس الخطه. فهو في الغالب ايه هيطلع تاني من هنا. هيعمل ايه، ممكن يقعد يذبذب في المنطقه بتاع الاحمر والاخضر دي، بس لو كسرها يثبت فوقيها يعني. هنبتدي مرحله الصعود يعني ان شاء الله. والتوتال برضو ايجابي لسه، والتوتال 2 برضو لسه على في الايجابيه، مفيش اي تغيير. فيعني ايه، مفيش حاجه تقلق لحد الان، كله في السليم. ده بس كان مجرد تصحيح يعني للحركة بتاعت اللي هو بيحصل مع الخطاب على طول. طبعا بيحصل اللكوة ده للصفقات اللونج والشورت، فده كان طبيعي يعني المتوقع. مفيش حاجة تخض يعني. فاللي جاي ان شاء الله ايجابية وطالعين يعني ان شاء الله. فكان بس ايه، قلت اعمل لكم تحديث سريع بعد الخطاب، اطمنكم برضو شوية عشان ما حدش يقلق. فبس كده، اتمنى تكونوا استفدتم. ولو استفدتم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وبس والله، السلام عليكم.